حاج مسن كان عم بيحاول يخرج من زملكة باتجاه الشام. آيس في هي الحياة، شهداء كتار بالكيماوي بالقصف بمختلف أنواع الموت. وصل لعند أحد الحواجز وكان أحد عناصرها المجرم والنتن، فقال له: شو حجي؟ نظفنا زملكة؟ نظفناها من جوا، نطفت ولا ما نطفت؟ فقال له الحجي: نطفت من أولادها ومن أصوات أولادها، وخلصنا من أولاد وعشقة الأولاد وخلصنا من صوتهم. هذا كان جواب العم اللي كان عم بيحاول يطلع. بعدها حكى هي الرواية ومشي، ونحن هون في زملكة اللي راح فيها مئات الضحايا نتيجة استهداف نظام الأسد المجرم البائد مدينة زملكة بالكيماوي. استفاقوا أطفالهم بالأراضي، رجالهم، نسائهم. والله أعلم أنه الكثير من هي القبور الموجودة، وعم نلاحظ أنه هي مقبرة، نحن بنعرف القبر متر ونص، مترين. قبور في زملكة بال10 أمتار وبال15 متر قبور جماعية. في هي المنطقة في 20 و30 شهيد، في هي المنطقة في 20 و30 شهيد مع بعضهم، كل عائلة بعائلتها. في هي اليوم وفي هي الذكرى نحن بنتحدث عن زملكة. في عنا المعظمية، وفي عنا خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وفي عنا كثير من المناطق اللي انضربت كيماوي ولهلق ما تم ذكرها، وبيتم التحقيق في عدة مناطق لحتى نتذكرها. هي الجريمة الشنعاء. الشعب السوري وتضحياته انتزع حريته وأسقط نظام الأسد المجرم، وهو عم يختنق، وهو ابنه عم يختنق، وهو ابنه عم يندفن. هي الأم هون، هي الخالي هلق شفناهم كلياتهم عم تتمشى بين القبور بتقول: الحمد لله كنا معكم بإدلب. تقصد أنه هي كانت مهجرة، وهذا لا يعني تقليل شأن للي كان أيضا محاصر هون، أيضا هو كان محروم أنه يطلع ويتحرك. هذا الحال اللي كانوا عم يعيشوه أهلنا، وهلق رافقتهم هي الأحزان لحتى يصيروا معهم في القبور، لحتى يجي جيل جديد ويستذكر ونوثق له ونحكي له، ويقعد يشوف على الشاشة ويقول: أهلنا هيك كانوا عم يعيشوا، وهذا النظام هيك كان عم يقتل أهلنا. هذا الحال اللي عاشوه أهالي زملكة وأهالي المعظمية وأهالي خان شيخون وكثير من القرى والبلدات اللي تعرضت للاستهداف واستنشاق غاز الساري. الله يعافيكم يا رب.